shout out لكل واحد مانجر شايف opportunity في candidates قدامه وبيديسكفر البوتنشال بتاع التيم. انا عندي فيجن ان انا او حلم ان انا عايز اكيور كانسر as much as I can. الواحد مهم يكون عنده فيجن عشان يفضل مكمل في الجيرني، بس الفكرة كلها ان لما يبقى عندك فيجن هو ده اللي يخليك قاعد وعندك ريزيلينس وبتصبر. لما بصيت قلت طب هم ليه هم اللي بيدونا المعلومات واحنا عندنا النو هاو؟ طب ما احنا كيبل اناف ان احنا برضو ندي المعلومه دي. ليه لازم تطلع من الجلوبال تيم البيست في سويسرلاند وليه مش من مصر؟ ليه ما يبقاش احنا بنقول طب ما احنا عندنا الكابابيليتيز؟ انا خريج صيدله وانا عجبني قوي انك انت قلت فعلا ان احنا اشتغلنا على بيبي برودكتس وبلس 18 زي ديوكس. اهلا بيكم في بام توكس. النهارده عندنا ضيف عزيز عليا جدا، اشتغلنا مع بعض اكتر من سنتين. قصته very inspirational من اول ما كان صغير بيبيع حلويات في المعادي قدام الجامع، والنهارده هو في جلوبال تيم. قصته very inspirational. هو واحد حط لنفسه فيجن من 15 سنة والحمد لله قدر ان هو يحققها. قصته ريسبيريشنال ان هو اشتغل على براندز كتير، اشتغل في مصر وبره مصر. اشتغل على برودكتس كتير جدا وبراندات، من اول حاجات الاطفال، اكل اطفال، لغايه حاجات بلس 18. لو اقدر اوصفه في حاجات كتير قوي مش الوقت مش هيكفي، بس النهارده جالي كده وصف كده في دماغي ان هو عامل زي العربيه البورش. هو البورش حاجة قيمة جدا، معروفة إنها قوية، معروفة إنها يعتمد عليها، حاجة ناجحة. هو مش أي بورش، هو البورش الكيان اللي هي الاس يو في، اللي هي تقدر تمشي في أي حاجة، تقدر تمشي بأقصى سرعة. وفي نفس الوقت هو مش أي كيان، هو الكيان التربو جي تي. الناس اللي بتفهم في العربيات فهو مختلف جدا. شكله يبان عادي ودي أحلى حاجة فيه، بس هو مش عادي خالص. هو funny، هو full of energy، down to earth. شخصيته والكارير بتاعه ملهم جدا. النهاردة معنا محمود زايد. أهلا بيك يا محمود وشكرا إن أنت جيت. ميرسي يا شلبي، انا مبسوط ان انا معاك اكيد، وهوبفلي الناس تشوف حاجه يستفيدوا بيها at least from this small experience اللي مرينا بيها على مدار 15 سنه. لان at the end of the day literally ال experiences during the ride انت لازم تبقى متاكد انك انت الرايد دي هيبقى فيها ups and downs، بس الداونز بتخليك more stronger انك انت تبقى تتعلم وتطور من نفسك علشان ترجع تاني تشيف حاجات احسن واكتر بكتير. لان ربنا دايما مش هيسيبك لو انت عامل اللي عليك. اتاكد 100% انك انت هتنجح وهتبقى في احسن الاماكن. انا عجبني قوي انك انت قلت فعلا ان احنا اشتغلنا على بيبي برودكتس وبلس 18 زي ديوركس، لان هي at the end of the day I was lucky enough ان انا اشتغل على براندز انا بحبها، و at the end of the day البراندز دي كمان is very fun and engaging brands. لانك انت لما بتشتغل، احنا لما حسبنا في ار بي لما كنا شغالين لقينا ان احنا بنقضي 75% من وقتك في الشغل اكشلي، والباقي لعيلتك واصحابك والحاجات دي. فانت لازم تبقى بتشتغل على حاجه انت بتحبها، تعملها كويس up to the extreme زي ما بنقول. احنا كنا بنقعد نشتغل مع بعض لحد الساعه 11 بالليل في صح. اوقات، وكنا we're having fun. ونروح باللابتوب كمان كده. exactly. ف at the end of the day كنا بنشتغل عشان احنا كنا حابين اللي احنا بنعمله، مش معناها ان احنا ما كانش عندنا work life balance. لا بالعكس، كان عندنا work life balance، كنا بنenjoy every single moment في اللي احنا بنعمله. فاقدر اقول ان انا خلال ال 15 سنه دول اشتغلت على براندز مختلفه في شركات مالتي ناشونال كويسه، واتعلمت حاجات كتيره قوي. في حاجات ممكن اكون كنت في وقتها معتبرها ايه التعسف اللي بيحصل ضدي ده، بس لما بصيت عليها دلوقتي عرفت ان في ناس، وخلال الابيسود هنقول اسامي طبعا ناس محتاجين، لان اللي وصلت له دلوقتي انا ما وصلتلوش لوحدي، انا وصلت له عن طريق شغلي ومساعده الناس ليا وصحابي واهلي. But at the end of the day it's not only you, it's the people around you أو the people that surrounds you، هم دول اللي بيخلوك توصل. صح. بس فالشركات اللي اشتغلت فيها كان هيرو ميدل ايسترن افريكا، دي اول حاجه اشتغلت فيها. وراكت بنكيزر ودانون في دبي. طب ممكن تكلمنا بقى من الأول خالص، أنت كنت حابب إن أنت تخش صيدلة، وإزاي بعد ما أنت درست صيدلة إزاي عملت الكارير شيفت ده،
ونبتدي الجيرني من اول هنا. في ذكريات. طيب بص يا شلبي، انا بصراحه انا من نيرد زي ما انت عارف، وانا بحب كل حاجه بعملها from ابقى plan everything and everything. انا كنت حاجه بعملها بحاول باي طريقه ان انا ابقى عارف ايه الاند جول بتاعي، بحط جولز لاي حاجه بعملها. فانا كنت بحب صيدله قوي، وانا في انا كنت ثانويه عامه عاديه خالص. كان نفسي قوي اخش صيدله عشان كنت بحب قوي اركب الدواء كان عندي فيجن ان انا او حلم ان انا عايز كيور كانسر as much as I can. فعلا دخلت صيدله MIU. وكنت شاطر جدا في الجامعه، وانا كنت حاجه اسمها كلينيكال فارماسي، اللي هو المفروض ان الدكتور البشري بيشخص المرض، والطبيب الصيدلي هو اللي بيحط الدواء ايه المفروض اللي يتكتب. ليه؟ علشان الدكتور البشري ما يعرفش كل وظائف الجسم الباقية، هو بيبقى متخصص في القلب أو في الكلى أو في البطنة أو في العيون، بس مش عارف بقية وظائف الجسم. فدي شغلتي أنا، آجي المفروض باللاب تيست مع دكتور التحاليل نبتدي نقرر الدواء المظبوط علشان ما يعملش يعمل تفاعلات مع حاجات تانية. فده دراستي. بس لما اتخرجت I faced the reality بتاعت كل الصيادلة اللي في العالم، ان انا هقف في صيدلية او ميديكال راب. بعد ما كنت شاطر قوي في الجامعه قلت انا بصراحه لا، قلت ده مش كارير بالنسبه لي. حاولت فعلا واشتغلت شويه في صيدليات العزبي في اول ما اشتغلت. بعد كده جالي اوفر ان انا ابقى ميديكال راب، فانا كنت برضو اللي هو لا، شوف صحابي بيشتغلوا ميديكال راب في اونكولوجي وفي ادويه السكر، لا بيتعبوا قوي والدكاتره بتلطعهم بره، فانا ما كنتش حاسس ان انا هنفع في الشغلانه دي. فلما جالي هيرو قلت لا، طب ما هي فرصة، دكاترة الأطفال بيبقوا طيبين ولذاذ، ليه لا؟ ما أكيد مش هيلطعوني، هم بيعاملوا الأطفال بلذاذة، فأكيد هيعاملوا الدكاترة برضو بطيبة يعني. وفعلا اشتغلت في هيرو، وكانت بداية الجيرني. كنت ميديكال راب وكان عندي مدير هناك اسمه دكتور ساهر نديم. وانا الدكتور ده انا بجد انا بحبه جدا، لان هو علمني حاجات كتيرة. وفعلا انا ممكن كنت شايفه متعسف ضدي في حاجات، بس انا في الاخر لما ببص دلوقتي بشوف ان هو لا، هو بسبب اللي هو عمله فيا هو فعلا خلاني ابقى ريزيلينت واقدر اعدي بالداونز اللي انا فيها قبل الابس كمان. هو اللي علمني ازاي ابقى ريزيلينت عن طريق الحاجات اللي هو خلاني اشتغل فيها. انا كنت ميديكال راب بمسك مناطق اللي هي مناطق شعبية ودكاترة مختلفة، مش عشان حاجة، علشان انا كنت ساعتها مش فاهم هو عايز ايه. بس دلوقتي اقدر اقول لك ان هو علشان يخليني اعرف الفرق ما بين لما انت تعمل communication in a medical marketing لدكتور نايب، ما تعملش نفس الكوميونيكيشن دي لدكتور استشاري بيشتغل في القصر العيني او في الدمرداش. ده عنده scientific knowledge مختلفة عن scientific knowledge بتاعت الدكتور النايب ده. فانا كنت ساعتها بقول هو ليه بيعمل فيا كده، وكنت بكلم كل اصحابي اللي هو انا ليه بنزل المناطق دي وليه بقابل الدكاتره دي. انا بجد الميديكال ترمينولوجي اللي بقولها الدكاتره مش فاهماها، انا بجد مش عارف هو ليه بيعمل فيا كده. بس لما شفت ان هو بيمرني ان انا فعلا اخش الماركتنج تيم، هو ده اللي انا استفدت فيه في الاخر، ودلوقتي بقول له شكرا على اللي حصل ده. شاوت اوت لكل واحد مانجر شايف opportunity في كانديدز قدامه، وبيديسكفر البوتنشال بتاع التيم، وفي نفس الوقت بيديهم فرصة ان هم يكبروا، مش بس ان هو بيشغلوا يعني. هي اكسبيرينس احنا بنتعلمها زي ما انت قلت. الجيرني دي مش بس يعني ان احنا بننجح، لا، في ناس ساعدونا في المشوار ده. ودي حاجة برضو في بام توكس هنعملها، ان احنا بنابريشيت الناس اللي دون دايركشن كانوا سبورتيف. في ناس تانية ورا الكواليس بيبقوا مساعديننا، بس احنا لما هتيجي الفرصة ان احنا نشكرهم ونشكرهم. ده حقيقي. متشكر يا هون. ومن هنا الجيرني ابتدت. انا لما اشتغلت وكانت دي في دكتوره في مستشفى الحميات كانت بتعالج البريماتيور بيبيز، وهنا كانت عندنا مشكله في مصر ان ما كانش في برودكت بيساعد في الوقت ده. طبعا كانت في 2009 2010، فما كانش في برودكت افيلبل في السوق المصري ان هو يبقى نيوتريشس انف ان يدي النيوتريشن اللي الطفل محتاجها عشان يقدر يطلع بره الانكوبيتر او الحضانه. فاشتغلت على استادي مع الماركتنج تيم في هيرو دكتور ميرنا، ان احنا هل الرايس سيريالز بتاعتنا، عشان دي اول ويننج برودكت او اول غذاء للطفل بياخده بعد سن ال6 شهور يقدر يدخل رايس سيريز السيريالز. دي يعني. السيريالز اوكي. اسمه هيرو بيبي سيريالز بالرز. اوكي. كان نيوتريشس قوي وفيه الكيلو كالوريز اللي الطفل محتاجها علشان يبتدي يديفلوب اسرع. فاحنا كنا عايزين نعمل ستادي ونديها للمستشفى دي والدكتوره دي ان بارتيكولر، ان احنا فعلا السيريالز بتاعتها ممكن تستعمل للمال نورش بيبيز انها تشتغل.
فدي علمتني ازاي انك انت understand البرودكت كرايتيريا بتاعتك والانجريدينتس اللي فيه واليونيك سيلينج بوينتس اللي تخليك انك انت من هو سيريالز برودكت عادي يستعمل كويننج برودكت اللي هو بدايه التغذيه، انتوا ممكن تلاقي له يوزج تانية خالص فتساعد انه يوسع الماركت سايز بتاعك انك انت تبيع في حتت تانية. ولما اشتغلنا، وهنا البوينت اللي هقول لك عليها على الفيجن اللي انا بقول لك عليها دلوقتي بعد 15 سنه او 16 سنه، لما اشتغلت مع دكتور ميرنا في الماركتنج تيم بتاعت هيرو اضطرينا نرجع للجلوبال تيم بتاع هيرو سويتزرلاند علشان هم اللي يدونا الاستاديز وهم اللي يدونا الانجريدينت فانكشناليتي بتاعتنا وازاي ان البرودكت بتاعنا could be used ان هو يعالج المال نورشد بيبيز. لما بصيت قلت طب هم ليه هم اللي بيدونا المعلومات واحنا عندنا النو هاو؟ طب ما احنا كيبل اناف ان احنا برضو ندي المعلومه دي، ليه لازم تطلع من الجلوبال تيم البيست في سويتزرلاند وليه مش من مصر؟ ليه ما يبقاش احنا بنقول طب ما احنا عندنا الكابابيليتيز، انا خريج صيدله ودكتور ميرنا خريجه صيدله شاطره جدا وعندها النو هاو في الميديكال ماركتنج، فليه ما نقولش احنا ونطلع ان هي اوثرايزد من عندنا؟ فقلت فاين، ما دام كل معظم المالتي ناشونالز كشركات هو بيزد بتاعها يا اما يوروب يا اما يو اس، فقلت خلاص يبقى انا الفيجن بتاعي ان انا اكبر الاكسبيرينس بتاعتي as much as I can ان انا اوصل ابقى في المكان ده اللي هو ببوت الاستراتيجيز بتاعت البراند ده ممكن يروح فين، ايه الكوميونيكيشن استراتيجي بتاعته، ايه التارجت اودينسز، هاو تو اكسباند يور براند، البورتفوليو يبقى عامل ازاي. كل دي الحاجات اللي انا كان نفسي فيها اعملها في 2009 او 2010، وهو احنا دلوقتي في 2025 وقاعد معاك انا دلوقتي part of the global team في امستردام. تمام. بس وبعد كده لما عملنا الستادي دي حبيت قوي الموضوع ده اللي هو ازاي بيعملوا الحاجات دي وعلى اساس ايه بيحددوا البرودكت ده يتباع لمين او يروح فين او يبقى بوزيشند ازاي. فلما قعدت مع دكتور ميرنا قالت لي this is the marketing. فانت بالنسبه لك انت خريج صيدله فممكن تروح تعمل كورس ماركتنج او ام بي اي علشان تشوف حتى يعني انت شايف الموضوع ده بالنسبه لك حاجه كويسه ولا لا. انا كنت خدت كورس ماركتنج الكتيف في الجامعه، بس كان بالنسبه لي اللي هو and what's next، يعني هل في حاجه تانية استفيد بيها theoretically عشان تساعدني ولا اكتر هتشتغل on the job، هتتعلم on the job. فعملت سي اي ام في الجامعه الامريكيه. ودي بصراحه كانت the starting point ان الحلاوه بتاعت سي اي ام ان هي اكتر practical cases عن theoretical cases. وكان في دكتور عندنا وكل يعني كل الكوليجز اللي معايا في نفس ال الدفعه اللي احنا دخلناها في السي اي ام دي. وبعد كده اتفتح بوزيشن في الماركتنج في هيرو واي ابلايد طبعا في الفارماسيوتيكال كومبانيز غير النيوتريشن كومبانيز ات ذات بوينت اوف تايم. في الفارماسيوتيكال كومبانيز بيعدد الناس كتيره قوي، فاللي بيابلاي على البوزيشنز بيبقوا ناس كتيره قوي. مم. انا I was lucky enough عشان هيرو كانت عددنا كانت لسه شركه جديده في مصر، ف I was lucky enough ان كانت الكومبيتيشن معايا 3 اشخاص. بس بسبب السي اي ام، بسبب السبورت اللي خدته من دكتور ساهر ان هو فعلا علمني ازاي ابقى في different types او different clientele من الدكاتره عشان اعرف اتعامل معاهم ازاي. ده ساعدني ان انا في البيزنس كيس قدمت بيزنس كيس كانت سكسسفul enough ان انا اتنقل الماركتنج تيم، ودي بدايه الجيرني بتاعتي 2010. اوكي. وبعد بقى هيرو بقى ازاي بقى وانت بقى تكمل في الكارير؟ بعد هيرو كانت هيرو اكتر ميديكال ماركتنج، وانا كنت قعدت في هيرو 4 سنين او 5 سنين وكنت خلاص اتعلمت كل حاجه في الميديكال ماركتنج. وبشوف هيرو كانت كومباني فيها براندز مختلفه. كان فيها البيبي نيوتريشن سايد، بس كان فيها الانفنت فورمولاز وفيها البيبي جارز اللي هم هيرو جارز، وكان فيها برضه في تراك. فكنت بشوف التيم بتاع في تراك بصراحه كانوا بيشتغلوا حاجات ماركتنج، انا كنت ببص اللي هو هم ليه بيعملوا كده واحنا ما بنعملش؟ يعني ليه بيعملوا كوميرشلز، ليه بيعملوا بروموشنز، بيشتغلوا على البي ان ال، بيعملوا حاجات انا ما عملتهاش. انا بس بشتغل على الميديكال ماركتنج سايد اللي هو بعمل بروشورز للدكاتره، ساينتفك سيمينارز which is fine وفن برضو. بس at the end of the day انا كنت عايز اشوف هم برضو اشمعنى هم بيعملوا الحاجات دي وانا ما بعملهاش، هل احنا مختلفين؟ فقعدت مع دكتور ميرنا وشرحت لي، قالت لي علشان احنا ميديكال ماركتنج هم كونسيومر ماركتنج. فانا كنت بقول طب ما انا محتاج ابقى كونسيومر ماركتنج لو انا هكبر وهبقى في الاخر زي اريك الدايركتور. طب ما هو اريك الدايركتور بتاع الميديكال والكونسيومر، فانا عشان ابقى دايركتور الاثنين دول فانا محتاج ادخل معلومات او اتعلم على حاجه بتعمل الاثنين مع بعض. حلو. فجالي الاوفر بتاع راكت بنكيزر، وكان this was I was so lucky برضو اني انا البورتفوليو اللي كنت شغال عليه هو الهيلث كير في راكت اللي هو كان ديوركس وجافيسكون وسترابسلز. فكان البورتفوليو مديني الاوبورتونيتي ان انا لسه امنتين الميديكال ماركتنج بتاعي والبرايد اللي عندي ان انا صيدلي،
على جافسكون بالميديكال ديتيلينج بالكلام مع الدكاتره وكل ده. وعندي سترابسلز هو ميكس اوف بوث، اللي هو هتكلم على طبي وفي نفس الوقت ممكن تعمله ATL communication او تعمل له حاجات consumerized اكتر من ان هو ميديكال، لان هو يعتبر اكتر للسور ثروت ومش ميديكيتد قوي. وطبعا ديوراكس is all about the fun digital communication. فده كان بقى ايه حاجة تانية خالص في اللذاذة، انك انت تتعلم ازاي براند تحوله من هو تابو، من براند بيقع في الماركت، من براند ما حتى السيلز تيم مش عايزين يشتغلوا عليه، انه براند يبقى لا اتليست ليه وجود في الماركت، ويبقى الكونسيومر مستني الفن انتراكشن اللي بتحصل عليه. بس طب انا عشان مريت بالاكسبيرينس بتاعت ديوركس معاك، وهي ما كانتش يعني اكسبيرينس كانت سهله خالص. هي كانت كلها تشالنجز، لان هو كان اللي انا عارفه ان هو كان لونشد في دبي قبلها. ودبي كانت الاكسبيرينس بتاعتهم ان هم بعد ما البيج لونشد حصل لها بان واتقفلت. كان مصر كان بعد دبي في الميدل ايست، فكان ده كان تشالنج. يعني انا عشان جربت الاكسبيرينس معاك، فابتدت ازاي يعني الليرنينجز كانت انا فاكر ان البراند مانيوال اللي انت عملته كان كبير جدا، يعني قد دفتر التليفونات ساعتها. وبعد كده الناس بقت بتستنى البوستات بتاع ديوركس، كانت من كتر ما هي فن. فالاكسبيرينس دي يعني اتعلمتها ازاي، عملتها ازاي؟ فنحب نسمعها. بص، ديوراكس ده كيس في حد ذاته، لان at the end of the day وده اللي علمني RB، اللي علمتني الموضوع ده، وانك انت ما تعملش اي حاجه من غير فاكتس وديتا. خلاص، فانت لو انت عندك الفاكتس والديتا ويو اندرستود البراند بتاعك دوت بيعدي بايه في الجيرني بتاعته، او البراند هيلث تراكر زي ما بنقول، انت في اني ليفل في البراند، الكونسيومر شايفك ازاي، هل الكونسيومر فاهم البراند ده ايه المسج بتاعته، ايه الايدنتيتي بتاعته، ايه البروميس بتاعه ولا لا. فانت لما تفهم الموضوع دوت وتسمع للكونسيومر، حياتك هتبقى اسهل بكتير. فده RB علمته لي بصراحه. احنا عملنا ساعتها البراند زي ما قلت لك من شويه، ان البراند ما كانش سكسسفul، وفعلا في دبي حصل البراند دوت. فعملنا ريسيرش عشان اندرستاند الكونسيومر اصلا في مصر، هل هو فاهم الديوراكس ده ايه، هل فاهم اليوزج بتاع الديوراكس تبقى معموله ازاي. فاكتشفنا ان في نيد في الشعب المصري specifically for Durex، ان السكشوال اديوكيشن عندنا ما كانتش اقوى حاجه في الوقت ده في 2012 2013. ان السكشوال اديوكيشن مش موجوده، واحنا مش زي بره، احنا السكشوال اديوكيشن مش بناخدها في المدارس، فاهم؟ بناخدها يا اما عن طريق الورد اوف ماوث، صحابنا بيقولوا لنا، يا اما اهالينا بيقولوا لنا وقت الجواز، يا اما حاجات بطريقه مش سبورتد يعني. فبالتالي لما المعلومات دي بتيجي معظمها ما بتبقاش 100% correct. الكونسيومر محتاج trusted source ان هو يديك الانفورميشن كانه هو الاكسبرت بتاعك. ومن هنا جت we highlighted السويت سبوت، ان الكونسيومر محتاج، هي دي اللي هنهايلايت عليها. في نفس الوقت البراند فن وانجيجنج، فانت محتاج باي طريقه انك توصل له المسج in a very simple easy way. فدي اللي عملناها دكتور الديوركس او دكتور اكسبرت، اللي هو ازاي يوصل المعلومه in a fun engaging way، وفي نفس الوقت نبقى under the umbrella. احنا برضو عندنا تابوز في الوقت ده، في عادات وتقاليد معينه لازم نبقى guided بيها يعني. بس وعملنا البراند مانيوال اللي انت شفته ده، اللي هو how to communicate او how to commercialize your brand in a conservative market عن طريق ال right understanding of your consumer، انك تفهم الكونسيومر بتاعك عايز ايه وتوصل له بيه. طب سؤال بقى مهم بالنسبة للكومبانيز بتروح تشتغل على براند، ما يكون من غير ما يكون في كونسيومر ريسيرش بيقول البراند محتاج ايه، او ان هو ايه التاتش بوينتس مع الكونسيومر. فازاي عرفت ان انت تقنع المانجمنت انت تروح تنفست في ماركت ريسيرش، مع ان ده براند لسه ملوش بادجت ماركتنج يعني، وفي نفس الوقت بدل ما تستخدم ماركتنج بادجت دي في كونسيومر ريسيرش، فما ممكن تستخدمها في تزود اويرنس اكتر، تزود اكتيفيشنز اكتر؟ بص يا شلبي، الاجابه دي ممكن يبقى ليها حاجتين. يعني لو انت في SME، اللي هو سمول ميديوم انتربرايز، طبعا ما عندكش بادجت كتير للريسيرش، بس انت عندك زمايلك في الشغل، عندك احنا في ديستريبيتور ماركت، عندك ديستريبيتورز فيها كل الناس اللي شغاله دي. فانت عندك تو اوبشنز، يا اما لو الشركه مش مقتنعه انك انت تعمل ريسيرش، ممكن تعمل ريسيرش ان انذر واي، اللي هو تبتدي تسال الناس اللي شغاله معاك، توريهم اتليست سامبل سايز صغيره
to prove your point. لو انت بتقول ان البرودكت بتاعك مش شغال علشان الكونسيومر بيرسبشن مش صح، او الكونسبت اللي انتوا شغالين عليه ده، لو انت في مالتي ناشونال عايز تبين للجلوبال تيم ان البرودكت ده فيه مشكله، بس المشكله مش في البرودكت، المشكله في الكوميونيكيشن او في البرايسنج او في الحاجات دي، اسال الناس اللي حواليك. مش شرط ان كل حاجه تبقى بانفستمنت، ممكن تسال الناس اللي حواليك. انت عندك ديستريبيتور بيوزع البرودكت، عندك مارشندايزر شغالين معاك، عندك سيلز تيم، عندك في الشركه اولاد وبنات. ممكن تسالهم كلهم بطريقه الكويستشنير بسيطه وسهله، انك تجيب اتليست indicative study انك تبين ايه المشكله اللي عندك، ودي توريها للجلوبال تيم. يا جماعه دي المشكله اللي عندنا، او دي الازمه اللي احنا عايزين نشتغل عليها. لو انتوا مش مقتنعين بالفاكتس اللي احنا اديناها لكم، دي فاكتس ممكن تبقى بايظد عشان احنا اللي عاملينها internally، بس دي الحقيقه. لو انتوا عايزين يبقى that's what's next is to go into research بقى، وتعمل usage and attitude و concept study والحاجات دي كلها. بس طبعا اهم حاجه في الاس ان اي اللي هو استراتيجي اند انسايت ديبارتمنت، ده اهم حاجه في لو انت هتلانش برودكت جديد، لو انت لو انت عايز تاندرستاند البرودكت بتاعك مش شغال في ايه، او البرودكت ده شغال ليه. يعني ما هوش بس المشكله، احنا برضو في حاجه تانية بتبين ان فجاه البرودكت بيبيع ليه. هل مثلا عملت بروموشن سكسسفل؟ طب هي البروموشن السكسسفل دي ممكن اشتغل عليها مره تانية واعيدها؟ طب على اساس ايه الكونسيومر فجأة بدل ما كان بيشتري براند A بقى بيشتري براند Z؟ هل مثلا عشان البرايس بوينت؟ هل مثلا علشان الكواليتي بتاعتي قلت؟ فكل الحاجات دي انت لازم تبقى بتفهم على طول، بتانالايز على طول وانت بتشتغل، بتشوف ايه اللي بيحصل في السوق وتفهم ايه المنتج اللي بيحصل فيه ايه. طب ايه اللي خلاك بقى ان انت بعد كده تقرر ان انت يعني تتخلى عن البراند ده وتروح شركة تانية، بالرغم ان انت كنت ديديكيتد جدا؟ احنا كنا بنسافر مع بعض الساحل، بناخد اللابتوب على البحر وفي العربية وشغالين، وكنت ديديكيتد جدا للبراند. ايه اللي خلاك ان انت تقول خلاص انا هوقف هنا وهاخد ستيب تانية واسيب الشركة او اسيب البراند اللي انت بنيته كده؟ بص يا شلبي، انا ثرو اوت البدايه كاريري لحد ما وصلت RB، انا كل الريجنز اللي كنت ماسكها كانت دايما افريكان ريجن، يا اما مصر، يا اما نورث افريكا، الجيريا، موروكو وتونس، يا اما ساوث افريكا او غانا او نيجيريا او كده. فدايما الكونسيومر اللي بشتغل معاه بيبقى آه هو كونسيومر واحد، يعني يا اما مصري يا اما جزائري يا اما تونسي او مغربي. بس عمري ما اشتغلت في حته بيبقى كوليشن كان زي ما بنقول كده، اللي هو يبقى الكونسيومر من كل انحاء العالم. يعني عندك الايجيان وعندك اليوروبيين وعندك الارابز واللوكال ارابز، كل واحد ليه نيدز ووانس مختلفه عن الباقيين. ودي كانت بالنسبه لي اللي هو ايه ده، نفس بالظبط قصه هيرو، اللي هو انا باصص على الكونسيومر ماركتنج بيعملوا حاجات غير اللي انا بعملها. فبصيت على التيم بتاعنا بتاع RB في دبي، هم ليه بيعملوا كامبينز مختلفه؟ يعني يعملوا مثلا ديتول كوميونيكيشن فور ذا ايجن كوميونتي او فور ذا ارابز، ليه ده بيحصل غير ده؟ ولما تفتح كان كان ساعتها التلفزيون بقى مش نتفليكس الحاجات دي، لما تفتح التلفزيون تلاقي الكوبيز حتى مختلفة وطريقة الكلام بتبقى مختلفة. فما فهمتش هما ليه بيعملوا كده. فبعد كده لما اتكلمت مع صحابي اللي في دبي فهمت ان هو هم هناك التارجت اودينس بتاعهم مش بس مصريين بس او مغاربة بس، لا هم عندهم وايد رينج اوف كونسومرز. فده اللي خلاني اللي هو لا، انا عايز اتعلم الحاجه دي. دايما البرسو بتاعي للنكست ستيب هو دايما بيبقى علشان انا في نفسي حاجه اتعلمها، لانك انت دايما تحط حاجه زي ما بيقولوا اهالينا حلقه في ودنك كده، اللي هو انت عمرك ما هتبطل تتعلم غير وانت خلاص خلصت حياتك يعني. صح. فانت لازم تتعلم ولازم تشوف حاجات جديده وتجرب حاجات جديده وتخش وتشوف هتعمل ايه. هل هتنجح؟ ما نعرفش، جرب وشوف. ممكن تنجح وممكن تفشل، بس لما تفشل بص على الفشل اللي انت فشلته ده وشوف ايه البوينتس اللي خلتك تفشل، اشتغل على نفسك وحسنها. ودون بليم others. الفشل ده مش بيجي من الآخرين، الفشل ده بيجي منك انت، عشان في حاجة غصب عنك عملتها غلط. انت بني آدم، عملت الغلطة دي، اتعلم منها وحسن من نفسك، وقوم وقف واجري تاني واشتغل وخليك ups تاني بدل ما تبقى downs يعني. بيتهيألي برضه الواحد مهم يكون عنده فيجن عشان يفضل مكمل في الجيرني. however الابسكلز اللي بتقابله، المانجرز اللي ممكن يكونوا يعني برضه انا كان ليا اكسبيرينس مع محمود، يعني كان عندنا مانجر ما كانش متفهم قوي يعني. بس الفكرة كلها ان لما يبقى عندك فيجن هو ده اللي يخليك قاعد وعندك ريزيلينس وبتصبر عشان توصل، بالرغم ان مش هتلاقي ان في ناس كلها بتساعدك يعني.
at the end of the day برضو لما بتبقى هقولها لك ازاي، بس هو الراجل برضو كان سبورتيف في حاجات، يعني هو ما بتبقاش كلها دارك ايمج، فاهم؟ يعني هي at the end of the day it's give and take، وما بتبقاش الصورة كلها وردية، لا بالعكس هو كان سبورتيف في حاجات تانية، وكان بيعلمني ازاي، لان انا جاي مرة تانية هنرجع نقول انا جاي من ميديكال ماركتنج، فالكونسيومر ماركتنج سايد ما كانش عندي خالص، فهو علمني الحاجات دي، علمني ازاي اشتغل، ازاي افكر strategically انه beyond ال make sense او beyond the usual، فاهم؟ انك انت احنا بنعملها كده فهي تفضل كده، لا مش شرط. لو انت متعود انك بتعمل حاجة لان هي بتتعمل كده، لا انت ممكن تعملها بطريقة تانية وهتوصل برضه، وده اللي خلاك تبقى يونيك، وده اللي يخليك تبقى انوفيتيف، فاهم؟ لو انت فضلت بتعمل نفس الحاجة، فبالتالي ديوركس as an example كان هيفضل يعمل نفس الحاجة، ان هو يبقى medicated او بيستعمل في الحاجات اللي هي بري ماريج والحاجات دي، فالنيجاتيف اسوشيشن تفضل زي ما هي. بس لما احنا سمعنا له وشفنا طريقة تفكيره، لا بالتالي هو كان عنده حق، فاهم؟ انك انت تسمعه. فانت المسج اللي احب اوصلها ان هو don't take it personal، يعني اي حاجة بتحصل في الشغل معاك don't take it personal at all، لان هو شوف احنا كلنا بني ادمين، بص على الهيومين سايد بتاع الموضوع، هل هو بيعمل كده علشان هو بيأتاك يو personally؟ اكيد لا، ما في، لان هو ولا يعرفني ولا انا اعرفه، فat the end of the day هو كان عنده فيجن معينة انه يعلمني ازاي انالايز بطريقة معينة، او ان ازاي ابريزنت ماي سيلف او ماي براند بطريقة to the point to the management، انه توصل without بلا بلا بلا. دي كانت طريقته. كنت انا ساعتها شايف ان هو ليه بيعمل كده، وبجد تعديلات ما بتخلصش، بس at the end of the day لأ، هو كان عنده حق، أنا باتكلّم كتير، وأنا الpresentations بتاعتي كانت طويلة جدًا، وباكلّم management، فat the end of the day وبتكلّم management على brand مش عايزين يبصّوا عليه، وbrand بيضيع، مش بيضيع اللي هو بطريقة وحشة، لأ، ما كانش successful زي compared بالbrands التانية اللي أنا برضه ماسكها زي Gaviscon أو Strepsils. فبالتالي أنت عايز توصّل message زي بالضبط كده لمّا تقول أنت في دوشة كتيرة وأنت أصغر واحد فيهم، فأنت عشان توصّل الmessage دي يا إما تعلّي صوتك أوي، أوي، أوي عشان الناس تسمع، يا إما لمّا يحصل هدوء توصّل الmessage بطريقة مرتّبة، فبدل ما نجعجع ونزعّق، لأ، وصّلها بطريقة مرتّبة ومهندمة هتوصل to the point. طب محمود، لو أنا فاكر صح، بعد الsuccess اللي حصل والawareness الكبيرة اللي اتعملت للbrand، لو أنا فاكر كان حصل slow down شوية في الsales، أنت كmarketeer حلّيت الموضوع ده إزاي؟ بُص، رجعنا تاني للUse Gen attitude، الresearch اللي اتعمل ده كان eye opener، كان في حاجات كتيرة أوي ساعدتنا نفهم الconsumer purchase behavior عاملة إزاي، اكتشفنا إن الconsumer المصري لمّا بييجي يشتري Durex in particular كان من السوبر ماركت أو الصيدليات أو on the run، كان دايمًا بيخبّيه وسط الproducts التانية، بيبقى من نوع من أنواع التابو برضه، ده كان ساعتها الonline channel أو الe-commerce لسه بادية في مصر، كان سوق ساعتها penetrated the market، فقُلنا why not إن إحنا نجرّب نبقى على الchannel دي ونشوف المبيعات هتبقى عاملة إزاي، لإن دوّة بيبقى أنت بتشتريه، أنت ما حدّش شايفك وأنت بتشتريه، واللي بيوصّل لك مش وأنت ما تعرفوش، فقُلنا that's a good point إنّك أنت تحُط الproduct بتاعك عليه ونجرّب ونشوف، وفعلًا لمّا اتحط الproduct online لقينا إن المبيعات بقت الonline actually أكتر يعني كانت بتساعد الbrand إنه يبقى successful ويحصل growth، لحد لمّا الdigital communication ابتدت تبقى successful enough إنها تbuild الawareness والunderstanding على إن الdurex ده مش بس يستعمل في الحاجات اللي هي pre-marriage، لأ ممكن تستعمل كمان during marriage، فده ساعدنا، ولحد ما ضبّطنا الonline ابتدت الsales on the ground as well برضه، أو الbrick and mortar تشد حيلها وتتباع. حلو جدًا. لو أنا فاهم صح كده، أنت عرفت reposition الbrand بإن هو brand بتاع حاجة مش for health usage، يعني brand for fun بالمعنى اللي إحنا ينفع نقوله on air يعني، لbrand إن هو for health and safety، وفي نفس الوقت هو didn't lose الidentity بتاعته إن هو برضه it's a fun brand. exactly. هي دي الpoint، إنك أنت at the end of the day افهم الbrand بتاعك إيه الpromise بتاعه، افهم الconsumer عايز إيه، وat the end of the day اوصل زي common ground ما بينك وما بين الconsumer، إن في الآخر الconsumer هيشتري الحاجة اللي هو مقتنع بيها. فهي دي الحتّة اللي إحنا لعبنا عليها، إن في حاجة ناقصة الconsumer بيدوّر عليها، وdurex كان answer الموضوع ده، وبالتالي ما بقاش منتج بيستعمل في الحاجات اللي هي against الtraditions بتاعتنا، لأ ممكن يستعمل within الtraditions بتاعتنا بطريقة
هتساعد within the traditions يبقى برضه fun و experience لذيذة. why not use Durex to be your companion؟ طب النكست موف بقى انت اخدتها ازاي؟ النكست موف ان انا زي ما قلت لك حته الميديكال ماركتنج والكونسيومر ماركتنج كنت عايز اتعلم، فهي دي الحته اللي بوشت مي ان انا اروح GCC سبيسيفيكلي في دبي عشان اتعلم اللي هو ازاي كماركتير ازاي تعمل كوميونيكيشن او ازاي تلانش براندز او ازاي توصل للكونسيومرز ان هم يقتنعوا بالبرودكت بتاعك في different mindset. يعني بمعنى انك انت عندك في GCC ما هواش single minded consumer، ما هواش of certain nationality، سعوديين بس او اماراتيين بس او كويتيين بس، لا هم عندهم اللوكال ارابس والارابس وعندهم الايجنز وعندهم الفارينرز. فانت باي في طريقه معينه كسمارت ماركتير انت محتاج تشوف هل تو كوميونيكيت وان سايز فيتس اول، تنزل بالكوميونيكيشن او البراند بالبرايسنج حتى لوكيشنز البيع، يعني مثلا تنزل في ستورز معينه ولا تنزل ماس ماركت في كل حته والكونسيومر هيفهم ويشتري. ودي الحته اللي انا فهمتها ان مش كل الكاتيجوريز تبقى وان سايز فيتس اول، depends on the category. specifically في الشوكولاتات مثلا as an example، لا يعني مثلا شوكولاتات الهدايا الكونسيومر العربي بيستعملها بطريقه مختلفه completely عن الكونسيومر الاوروبي، لان طريقه عيشتنا وطريقه الطريقه اللي احنا بنهادي بيها بعض مختلفه completely عن الطريقه الاوروبيه في الهدايا. يعني الاوروبيين مثلا اكتشفنا ان هم بيهادوا بعض مثلا during Christmas Mother's Day، احنا عندنا حاجات اكتر بكتير نهادي بعض بيها. لما مثلا بتزور حد في المستشفى بيولد بتهديه بشوكولاته او بورد، بوكيه ورد. ممكن لو حد عمل عمليه تروح تزوره وتديله بوكيه ورد ومعاه تشوكلتس، فاهم؟ صح. او مثلا لو انت عندك عزومه رمضان وانت رايح ممكن تاخد معاك صينيه بسبوسه او تاخد معاك شوكليتس للشخص اللي انت بتزوره ده. فده معناه ان الاوكيجنز او الكونسومشنز اوكيجنز بتاعت منتج هدايا شوكولاتات ممكن يستعمل اكتر بكتير عن السوق الاوروبي. فبالتالي ما ينفعش تعمل وان سايز فيتس اول، وفي نفس الوقت انك انت بتشتريه ازاي ومن فين مختلف كومبليتلي عن السوق الاوروبي. السوق الاوروبي كبريك اند مورتر او السوبر ماركتس زي بالترمينولوجي العاديه بتبقى السايز بتاعها اصغر، الاماكن بتاعتها اقل. احنا عندنا السايزز بتاعتنا بتبقى اكبر، السبيس بيبقى اكبر. فبالتالي عندك الاوبورتونيتي انك تعمل كوميونيكيشن واويرنس اون ذا جراوند BTL below the line بيبقى احسن لك بكتير وبفلوس اقل من انك انت تنزل مثلا above the line عن طريق التلفزيون او عن طريق الديجيتال كوميونيكيشن. فانت لازم عن طريق انك انت عايز توصل المسج بتاعتك للكونسيومر لازم تستعمل 360 ابروتش، انك انت تبقى single minded message على التلفزيون لو هتنزل بإعلانات على التلفزيون أو على الديجيتال كوميونيكيشن أو on the ground، كله يبقى بيوصل نفس الرسالة. طب انت ما حصلكش اي تشالنج وانت يعني لما اشتغلت على براند من البراندز دي، تقدر ان انت تشرح لنا ايه اللي كان فرق ما بين البراند ده قبل ما انت تروح وبعد ما انت رحت؟ وبرضه لو في هايلايت، ايه الفرق ما بينه مثلا ما بين مصر مثلا والGCC ماركت؟ طبعا هقدر اقول لك مثلا اكزامبل ميرسي، ده شوكولاتات هدايا، كان المنتج دوت موجود في السوق الGCC من مده طويله جدا، بس الكونسيومر كان متعود عليه ان هو بيشتريه زي المنتج زي المستهلك المصري برضو، وانت راجع من السفر بتلاقيه في المطار بتشتريه هديه وانت راجع. بس ما كانش متعود عليه انه يشتريه من السوبر ماركت عادي مقابلة بالمنافسين. المنافسين كانوا موجودين من زمان متأصلين في الهيريتج بتاعة المواطن او المستهلك السعودي او الاماراتي او الكويتي او المصري، فمتعودين عليه. فانت نازل دلوقتي بمنتج هو مش متعود عليه، والمسجنج كمان سبيسيفيكلي لدول الخليج كانت مش ريليتابل ليهم. بمعنى كان مثلا من بداية الإعلان في التلفزيون كان الإعلان ليه علاقة إن في ترين ستيشن وعلاقة إنك أنت بتقابل حبيبك أو حبيبتك علشان تديهم الميرسي ده كنوع من أنواع شكرا في وجودك في حياتي. بس هم ما كانوش ريليتد للموضوع دوت انك انت كمنتج مش بتحكي قصة هو عايشها، لان ما كانش عندهم في الوقت دوت زي دلوقتي طبعا المحطات القطر والمترو ستيشنز اللي بتتعمل دلوقتي ما كانش موجود ده عندهم، فما كانتش ريليتبل. on top of that البرايسنج ما كانش متظبط وحاجات تانية كتيرة، المسجنج الكونسبت ما كانوش ريليتد ليها. فبالتالي علشان توصل حاجة زي كده للتيم في يوروب لازم تديهم فاكتس اند داتا. هنرجع تاني للستراتيجي اند انسايتس، لازم تديهم الانسايتس بتاعتك جايه من فين. فعملنا براند هيلث تشيك اندرستاند الاويرنس ليفل بتاع الكونسيومر على البراند بتاعنا عامل ازاي، ده كانت ستيب 1. ستيب 2 نفهم ايه التشالنجز اللي بتخلي المستهلك ما يشتريش المنتج بتاعنا ويشتري المنافس.
فمن خلال الستاديز دي اكتشفنا ان المستهلك عارف المنتج بتاعنا بس عارفه بطريقه غير اللي احنا عايزين نوصلها. البوزيشن بتاعه غلط يعني. اكزاكتلي البوزيشننج بتاعه مش البوزيشننج احنا فاكرين انه صح بس هو مش ريليتبل للكونسيومر في الجي سي سي. والبرايسنج والديستريبيوشن ما كانش اوبتيمال انف ان يبقى meeting the need. انك انت زي ما قلت لك في الاول ان منتج شوكولاته الهدايا ده ممكن يبقى كتشوكلتس فور جيفتنج، انت ممكن البرودكت ده to gift it anytime without seasonality. بيبقى فيه seasonality في رمضان for sure بس مش ده المين، ده contributes to 30% of your sales. بس at the end of the day انت لسه عندك سوق beyond رمضان. ده الايديا انك انت لازم تبقى موجود everywhere وفي المكان الصح. فلما عملنا اليوزر اتيتيود وفهمنا ده اضطرينا ان احنا نرجع للجلوبال تيم ونقول لهم يا جماعه this is the situation، احنا الكوميونيكيشن بتاعتنا كلها مش مظبوطه فلازم نغيرها based على local insight. ودي السويت سبوت انك انت نرجع تاني one size fits all مش على كل الكاتيجوريز. في كاتيجوريز ممكن تمشي عليها كده ان one size fits all، ان الكوميونيكيشن في يوروب هتبقى زي ايجيا باسيفيك او ميدل ايست، بس ده مش الموضوع في الجيفتنج شوكليت. حلو جدا. فبالتالي قمنا عملنا طبعا الريلانش بتاعنا وعملنا وبرضه ده نرجع ونقول اهميه الاس ان اي استراتيجي اند انسايتس، الداتا والفاكتس بتاعتك، الانسايتس اللي انت قايم عليه. عملنا اليوزر اتيتيود وفهمنا ايه السويت سبوت الكونسيومر اللي في الجي سي سي بيدور عليها، وبالتالي عملنا كونسبت. وقبل ما ننزل بالكونسبت عملنا له كونسبت تيست عشان نشوف هل ده سكسسفul والكونسيومر هيريليت لي ولا ادفع $1,000,000 وبعد كده في الاخر مش هتنجح. فلازم كل حاجه تعمل لها اتليست تيست عشان تفهم. بس عملنا كونسبت تيست، كنا نازلين ب3 كونسبتس، واحد منهم نجح قوي هو ده اللي احنا نفذناه فعلا وعملناه على كل البراند اليمنتس بتاعتنا. ستارتنج من الكوميونيكيشن عملنا لوكال كوبي ونزلنا بديجيتال كامبين، ونزلنا بعد كده اون ذا جراوند برضو كل البي اس ام ماتيريالز بتاعتنا كانت نازله بنفس المسجنج بنفس النيو ايدنتيتي اللي نزلناها بلوكال تالنتس. برضو ما كانتش تالنتس لان كان الكونسيومر في الوقت دوت في الجي سي سي بيريليت ان تبقى التالنتس تبقى شبهه، اللغه تبقى شبهه، مش جايبين موديلز اجانب وعاملين دابنج باللغه العربيه. ده مش هيريليت لي كان في الوقت ده، ولسه ستيل something like that. لان at the end of the day انت لازم لما تشوف زي ما بقول لك كده الكونسيومر جيرني بتاعك لحد ما يوصل للسوبر ماركت، هو بيبقى قاعد في البيت بيشوف الاعلان في التلفزيون، بينزل يركب عربيته بيشوف الموبيز او البيلبوردز، بيبقى ماسك موبايله بيشوف الاعلانات سواء على انستجرام او تيك توك او وات ايفر السوشيال بلاتفورمز اللي هتستعملها، لحد لما يوصل للسوبر ماركت. السوبر ماركت دي لسه ما وصلش للمومنت اوف تروث، بيخش بيشوف البراندنج اللي موجوده سواء على الكاشيرز او في الجي 1 جي 2 اريا لحد لما يوصل على المين شيلف او السكندري بليسمنت اللي انت عاملها. كل ده از الاليمنتس اسمها التاتش بوينتس اللي انت بتوصل بيها للكونسيومر عشان بيشوف البراند بيشوف المسجنج. السويتس المومنت اوف تروث هو واقف على الشلف بيشوف البرودكت بتاعك الفيزيبيليتي بتاعته عامله ازاي، هل البليسمنت بتاعته على الشلف متظبطه ولا لا، البلانوجرامنج عامله ازاي، البوزيشن على الشلف هل هو موجود عالي قوي فمش هيشوفه versus الكومبيتيشن بتوعك ولا موجود اي ليفل. طب كم how many facing how many SKUs الرينج بتاعك versus الكومبيتيشن. كل الحاجات دي لازم تبقى انت متأكد 100% قبل الريلانش بتاعك انك انت تبقى مظبطها علشان المنتج في الاخر يحصل في المومنت اوف تروث الكونسيومر يو بيك يور برودكت مش الكومبيتيشن. احلى حاجه في الاكسبيرينس اللي انت بتحكيها دي ان ناس كتير بتبقى فاكره ان الراجل بتاع الماركتينج او بتاع التسويق زي ما احنا بنقول عليه يعني ان هو ده راجل بيروح يعمل الاعلان ولا بيروح يعمل صوره. بس هو الديفينيشن بتاع الماركتير او الراجل بتاع التسويق ان هو بيشوف العميل بيتعامل مع المنتج ازاي، بيشوف المنافسين بيحطوا المنتجات بتاعتهم ازاي، المنتج موجود في انهي مناطق في انهي محلات، شكله على الرف ازاي. فمش بس فكرة ان انت بتخش تشوف الاعلان المتصور ده مين اللي طالع فيه، لا هي فكرة ابعد من كده بكتير. وفي نفس الوقت بحس ان احنا كماركتيرز عندنا تشالنج، يعني غصب عنك لما بتخش اي مكان او اي سوبر ماركت بتبتدي عينك بتروح تبص المنافسين عاملين ايه، حتى لو هو مش منافس للماركة بتاعتك بس الماركات انت اشتغلت عليها قبل كده، او السوق ماشي ازاي، الترندز اللي طالعه فيه والكلام ده. فشكرا انت بتشاري الاكسبيرينس دي. بس نرجع تاني لكلمة جلوبال تيم، حلمك مشيت فيه ازاي وكملت فيه ازاي بعد دبي؟
الخطوة الجاية عملتها إزاي؟ الخطوة الجاية من الsuccess stories اللي شافوها، ودي برضه هنرجع تاني للsupport system اللي حواليك يا شلبي، يعني أرجع أقول إنك أنت without the support system مش هتعرف توصل لحاجة، إنك أنت لازم تبقى أنت مش بتشتغل لوحدك، أنت كبني آدم أو كفرد في الشركة أنت مش بتشتغل لوحدك، marketing ما ينفعش يشتغل من غير finance، ما ينفعش يشتغل من غير supply chain، ما ينفعش يشتغل من غير sales، إحنا كلنا one team ماشيين towards the same goal at the end of the day، ان الشركه تكبر وان احنا نبيع products و at the end of the day كلنا نبقى successful. والسكسس ده مش بيرجع بس للماركتنج او للسيلز، لا كلنا على بعض بنبقى elements بتساعد للسكسس ده. اللي ساعدني في الموضوع ده انه احنا حصل لنا ان الهيد اوف ماركتنج سابت الشغل في وقت كريتيكال جدا في الشركه اللي احنا كنا فيها، اضطريت ان احنا نستيب اب، ان احنا نشتغل. انا كنت سينيور براند مانجر في الوقت ده، فلازم ان انا اكت كهيد اوف ماركتنج علشان ما كانش لسه الهيد اوف ماركتنج اتعين، وفي نفس الوقت احنا داخلين على بلاننج، فانا مضطر ان انا اسافر للجلوبال تيم ابريزنت. احنا عندنا كان في الشركه دي every year we have to present our yearly plans to the owner directly في البلد الهيد كوارترز بتاعت الشركه. وهنا برجع لك للسبورت سيستم، الهيد اوف فاينانس نيكولا والهيد اوف اتش ار ميلني they supported me in big time، انك انت they give me the push انك انت لا انت مش قليل، انت عندك الاكسبيرينس. yes you're not up to the level to head of marketing now but you have the experience, you know your brands، انت عارف ايه اللي انت عايز تعمله على البراند، وانت في نفس الوقت فاهم الكونسيومر وعندك ال proper understanding in next steps. فأنت بس اللي فاضل لك عشان تبقى head of marketing couple of years of experience which is not something إن هي هتأثر عليك، لأ step up وده الsupport system اللي اداهوني مع الجي ام، إن هم كلهم كانوا عاملين زي consult وكده إن إحنا إزاي نوصل إن إحنا كريجن ما عندناش head of marketing في الوقت ده، فلازم نطلع نبريزنت بسرعة البلانز بتاعتنا علشان it's take it or leave it. أنت خد بالك أنت كريجن ودي الرياليتي، هي الباكيت اوف ماني هي واحده بس، لو ريجن ما طلعش يبريزنت خلاص مش هتاخد انت الفلوس، هياخدها ريجن امريكا وايجيا باسيفيك. فهنطلع وهنعمل اللي علينا، وده السبورت سيستم اللي خدناه، انك انت اشتغلت مع الجلوبال تيم وابتدى اسمي يتعرف في الجلوبال تيم اللي هو لا طب ما في حد في ميدل ايست اهو سكسسفul enough ان هو he stepped up went out of his comfort zone، انك انت اشتغلت في conditions انت مش متعود عليها، بس you're resilient enough انك انت تتعلم why not let's do it، يلا نشتغل كلنا ونشمر الكمام زي ما بتقولوا ونشتغل ونتعلم بس. ومن هنا جت حتة الجلوبال اكسبيرينس ان رجعت لي تاني فكرة اللي وانا صغير انا ليه مش موجود في الحتة دي بس، ابتديت اسعى ان انا اوصل لجلوبال تيم. بتقوم نفسك إزاي وبتدي نفسك السبورت إزاي وبتبقى لوحدك؟ بص السبورت سيستم اللي حواليا يا شلبي حتى لو انا مايلز اواي، لا بصراحه اهلي سبورتيف جدا جدا وعلى طول ان تاتش معاهم، وصحابي يعني واخويا طبعا. انا عمري ما كنت لوحدي، لا في سبورت سيستم حواليا، وفي نفس الوقت لازم تبقى باي طريقه بتشوف تعمل سيلف موتيفيشن لنفسك، لان محدش هيبقى انت اللي في السيتويشن ده، مش حد غيرك. فانت حاول تبص على اتليست، مش هقولك ما تزعلش، لا ازعل في الفترة اللي انت فيها، بس حاول بأي طريقة فكر نفسك بحلمك كان ايه، فكر نفسك انك انت لسه ما وصلتش، فكر نفسك انك انت آه لسه there is something beyond what you're in، لسه في قدامك حاجات كتيرة تعملها، وساعتها هتخرج نفسك من السيتويشن ده وتحاول تموتيفيت yourself. ودايما بقول انك انت لو انت في السيتويشن دوت حاول تعزل نفسك as much as you can، اللي هو بمعنى لو انت مثلا عندك مشكله ودي ما تحطهاش بس في الشغل، في حياتك العامه، لو انت عندك مشكله في البيت، عندك مشكله في الشغل، عندك مشكله في حاجه، خد اجازه، افصل، روح مكان انت بتحبه، اقعد مع الناس اللي انت بتحبها، ودولت الناس اللي هيساعدوك انك ترجع تاني الطاقه الايجابيه اللي عندك، بدل ما تقفل على نفسك وتقعد في الحته اللي لسه فيها نيجاتيف اتيتيود، وبالتالي هتلاقي نفسك بتغرق اكتر. لكن لو خرجت نفسك بره السراوندنج النيجاتيف دوت ورجعت للمكان اللي انت فيه بتاخد بوزيتيفيتي، هتلاقي نفسك رجعت اقوى من الاول. ودايما ما تحطش التشالنج اللي قدامك ده كأنه نهاية الطريق، لا لسه في حاجات تانية هتعدي بيها ولسه هتتعلم حاجات. زي ما قلنا في الأول، انت البني آدم بيبطل يتعلم في النهاية، فما حلوة تاخدهاش الكلمة كده. بتاعتك دي، فكر نفسك بحلمك، لأن هو ده الحاجة فعلا اللي بتخليك كل يوم تصحى الصبح بتقاوم إن أنت لأ أنا هقعد أنا مش قادر. ففعلا لازم تحط حلم كبير
حتى لو هياخد سنين وتوصل له، بس في الآخر ربنا مش هيضيع تعب حد وهتوصل إن شاء الله. ده حقيقي، ده حقيقي. عملتها بقى إزاي بقى؟ رحت جلوبال تيم. بس لقيت الاوبورتيونيتي فاي ابلايد عليها وعملت الاساينمنت وانترفيوز طبعا ورحت. بس بسبب انك انت at the end of the day السكسس ستوريز اللي احنا اتكلمنا عليهم دولت highlight your success stories, be proud of what you did, و at the end of the day ما تبقاش يعني انت ما عملتش الحاجه دي لوحدك، لازم السبورت سيستم. يعني هنرجع تاني يا شلبي، حته انك انت الجي سي سي ساعدتني في ايه؟ ان انا كان عندي ما كنتش فاهم ان الكونسيومر دوت الجيرني بتاعته مختلفه. بمعنى ودي برضو thanks to كريم مرعي one of my support system beside نيكولا وميلاني في دبي. انا بتكلم بروفيشنالي طبعا. انك انت اتعلمت ان الكونسيومر جيرني دي ما هياش زي ما انا كنت فاهم ان هي كونسيومر جيرني بس من البيت عن طريق التلفزيون وبيشوف الاعلانات على الموبايل او على الموبيز او في السوبر ماركت. لا، انت عندك الكونسيومر جيرني دي بتختلف في كل تاتش بوينت. يعني انت الكونسيومر جيرني على التلفزيون مختلفة completely عن ديجيتالي، مختلفة completely عن throughout the road، مختلفة حتى جوه السوبر ماركت كشوبر اكسبيرينس. فده لما اتعلمت الحاجات دي وان انا اكتشفت اني انا اقدر اني انا اتعامل مع different consumers اللي هم الايجيانز واللوكال ارابز والارابز والفورنرز، ده ساعدني اني انا ابقى في الجلوبال تيم. لما رحت انت بقى جلوبال تيم بقى، بقيت تلعب الدور بتاع اللي هو، يعني احنا لما بيبقى في اللوكال اوفيس تحس ان اللي قاعد في الريجنال اوفيس او في الهيد كوارترز هو منفصل تماما، وبيبقى لا دي الرولز، دي الكوبي، ودي الفيجوالز، ما فيش. ف حاولت تعمل البالانس ده ازاي ولا؟ بص يا شلبي، هرجع واقول لك تاني one size fits all ده مش في كل الكاتيجوريز، depend على الكاتيجوري نفسها. فلو ودوت اللي ساعدنا ان هو نوصل المسج دي بطريقه to the point انك انت لا يا جماعه كل السويت سبوت هي ايه النيدز والوانتس بتاعت الكونسيومر. احنا بنبدا من بيوند الحته دي. احنا بنبدا الاول نفهم ايه الترندز الانسايتس اللي موجوده عالميا، ايه الفليفر بروفايل اللي موجود لو سناكينج برودكت مثلا. بنشوف ايه الانوفيشن اللي تقدر تنزل في ماركت، وبالتالي بعدها نقدر نبتدي نبوزيشن بطريقه تفت طبعا as much as we can on a global level. بس بتبقى على حسب الكاتيجوري، بنخليها يا اما one size fit all يا اما الكاتيجوري نفسها it has to be locally driven. فبنضطر نقعد مع اللوكال تيم ونبتدي نفهم منهم لو احنا عايزين ننزل منتج زي دوت السوق المصري عشان يتقبل حاجه زي دي المفروض نعملها ازاي، يبقى الفليفرز عامله ازاي. هم اللي بيدونا الانسايتس، ما ينفعش نشتغل انسايلو. هنرجع مره تانية للاكزامبل، لو انت بتطبقه على اللوكال اوفيس طبقه على شركه انا برودر ليفل. ما ينفعش نشتغل لوحدنا. we are all an element بتوصل في الاخر للفيجن اللي احنا عايزينها. زي المصنع كده، كلنا تروس في المصنع. التروس دي لازم كلها تبقى بتشتغل في نفس الوقت عشان توصل بتاع. لو ترس واحد بيشتغل لوحده عن الباقيين المصنع ده مش هيشتغل. صح. فبالتالي لو انت في الجلوبال تيم اشتغل مع اللوكال تيمز بتوعك عشان تفهم الدنيا عامله ازاي، اللوكال ماركت ايه الكونديشنز اللي هو فيها، ايه السيتويشن، البرايسنج بتاعه عامل ازاي. ممكن لو هو بيقول لك ان السيتويشن مثلا في مصر البرايس بوينت مهم قوي، انك انت ما هواش ستيل عايز حاجات بريميوم بس at the end of the day مع الديفالويشن والحاجات اللي بتحصل ما ينفعش ننزله منتج غالي قوي مش هيشتريه او هيشتريه في اوقات معينه. فانت كفوليوم وايز، ومصر معروفه ان هي بتبيع فوليوم لان انت عدد الكونسيومر بيس بتاعك كبير. فبالتالي عشان تقدر تنزل ببرودكت زي ده في مصر فانت لازم تسمع للكونسيومرز. فممكن تظبط حاجات في البرودكت مش كواليتي وايز دونت جيت مي رونج، بس ممكن تظبط في الباكجينج، ممكن تظبط في البرودكشن سايت، انك انت تنزل له نفس المنتج اللي انت عايز تنزله في يوروب بس بسبيسيفيكيشنز معينه تفت الكونسيومر المصري وفي نفس الوقت يبقى سعره متقبل طب انت affordable. لما رحت الجلوبال تيم، شفت ايه برسبكتيف مختلف عن الماركتير اللي هو بيبقى قاعد في الريجنال اوفيس ولا في اللوكال اوفيس؟ البرسبكتيف بتاعك يختلف ازاي؟ يعني انت دلوقتي انت بتقول شفت مثلا بتتكلم على المصانع، على البرودكشن لاينز، ايه الادد فاليو او ايه الاكسبيرينس الزياده اللي في الهيد اوفيس غير اللي موجوده في الاوفيسز التانية؟ هقول لك انك انت انت في المصنع في الكيتشن بقى، انت في المطبخ بتاع البراند. انت بتشوف من اول انت عايز البراند ده يبقى الايدنتيتي بتاعته عامله ازاي، البروميس بتاعه عامل ازاي، انت اني ايه التارجت اودينس اللي انت عايز تدايركت البرودكت ليهم.
دي الحاجات المختلفة، إنك أنت العكس، إنك أنت لو بنتكلم طبعًا على multi national، لو local company هو الlocal team هو الglobal team في بالضبط. نفس الوقت، هم بيعملوا حاجتهم، فدي حاجة برضه local teams ممكن يعملوها. لكن لو أنت بتتكلم على multi nationals، ده الفرق بقى، إنك أنت الbrand بييجي من برّه، الidentity والpromise والtarget audience والcommunication والmessaging والحاجات دي كلها بتيجي من برّه. على unless لو أنت مثلًا زي الcase بتاع الdurex، إنك أنت محتاج تضبّط حاجة بسيطة فيه علشان يfit الidentity بتاعة الconsumer هنا. لكن برّه ده الفرق، إن أنا ما اشتغلتش في حاجات local قبل كده، أنا كل شغلي كان multinational، فالحاجات بتيجي من برّه. فأنا ده الفرق الوحيد اللي اتعلمته throughout my career، إن أنا لمّا رُحت الglobal team ده الفرق اللي اتعلمته، إنك أنت في الkitchen بتاع الbrand. أنا بصراحة excited بقى أعرف أكتر بقى لمّا أنت رُحت global team، إيه الحاجات الجديدة اللي أنت شُفتها، إيه الchallenges اللي أنت مرّيت بيها، إزاي إن أنت بتsupport نَفْسك، اشتغلت على نَفْسك إزاي، إن أنت دلوقتي أنت آخر نقطة بقى بتبُص على كل العالم من فوق، فإيه الفرق؟ بُص هاقول لك، يعني هو البداية خالص أنا كنت فاكرها يعني it's fine، يعني هتبقى حاجة سهلة، بس هو طلع إنك أنت بالضبط بُص لنفسك كده، وأنت لو أنت في regional office. أنا مثلًا كنت لمّا كنا مع بعض في RB إحنا كنا ماسكين North Africa صح؟ فأنت ماسك 5 بلاد. في GCC أنا كنت ماسك 26 بلد، ما كناش بنfocus على ال26 بلد أكيد، كنا بنfocus على 5، 6. دلوقتي لمّا تروح الglobal team أنت ماسك regions كبيرة، يعني مثلًا Americas يعني North America وSouth America، عندك Africa، Asia Pacific، Middle East وEastern وWestern Europe. فأنت دلوقتي بقيت فجأة ماسك كل حاجة، وطبعًا مش لوحدك، أنت at the end of the day في team وبتشتغل، ده من ناحية الresponsibility wise. الحاجة التانية أنت بتشتغل بقى مع ناس titles أنت ما كنتش بتشوفها وأنت في الregional team، فاهم؟ صح. أنت بتشتغل مع VPs، بتشتغل مع owners، بتشتغل على level مختلف. فطبعًا وأنا بشخصيتي اللي هو أنا لذيذ ومضحك والدنيا peace، وإن هو إحنا بنشتغل كلنا one team، فأنت لازم at least الapproach بتاعك specifically مع الEuropeans، أو هم عندهم الmentality مختلفة، هم مش emotional أوي زينا، هم عندهم they're very direct، وشغل يعني أنت عندك من 09:00 ل17:00 ده الشغل، ما فيش حاجة تانية بعدها، فاهم؟ يعني work life balance عندهم مهم أوي. فإن أنا أطلع من إن أنا الشخص اللي هو very friendly والناس كلها إحنا بنتكلم مع بعض وإن إحنا one team بنشتغل، لرايح هناك لحتة اللي هو هو شغل بس وما فيش حتة اللي هو الemotionality دي مش موجودة. فدي بقى الحتة اللي هو الحمد لله ربنا فاهم اللي نفخ في صورتي زي ما بيقولوا، وابتدت الدنيا نبتدي أنا أتأقلم عليهم وهم يتأقلموا عليّا، ده في الway of working، فاهم؟ إنك أنت at the end of the day بتوصل لcommon ground، إنك دي طريقة شغلي، دي طريقة شغلهم، فبتشوف إيه الcommon method اللي بتadapt بأي طريقة إنك أنت تشتغل وتوصل، زي ما كان بيقولوا في RB إن أنا chameleon، إن أنا I can adapt to anywhere. فده اللي ساعدني بصراحة، إن هو fine دي طريقة الشغل بالطريقة دي، خلاص هنشتغل بالطريقة دي، بس في نفس الوقت نضحك شوية، نهزر شوية، عشان برضه الconcept نرجع تاني، حتى لو أنت بتشتغل من 09:00 ل17:00 بس هناك 75% of your time في الشغل، فلازم يبقى في حتة الهيومر دي موجودة عشان تقدر تكمّل. بس باحس يا محمود إن أنت بتتكلم على الشغل كده بطريقة يعني اللي بيسمع برضه تاني يحس الموضوع من 09:00 ل17:00، بس أنت واحد في global office فأنت different time zones. آه. يعني الأجازات ما فيش أجازات لإن لأ، يعني بُص هارجع أقول لك دي برضه حتّة مضحكة، إنّك أنت دي بقى الحاجات اللي بافتقدها في مصر أو في middle east، إن إحنا عدد الأيام الأجازة، إحنا عندنا بس 6 أيام أجازة على مدار السنة. فدي بالنسبة لنا اللي هو يعني أنا بجد لأ مفتقد دي حاجات من الحاجات اللي أنا مفتقدها، فاهم؟ اللي هو فين الأجازات يا جماعة، إمتى هناخد أجازة، إحنا بنشتغل بس. بس الحاجة التانية كمان إنّك أنت different time zones طبعًا، فأنا مثلًا بيبقى عندي meeting مع فيتنام اللي هو 5:00 بتوقيتي، فاللي هو I need to adapt. عندي مثلًا meeting مع أمريكا بيبدأ 16:00، 17:00 بتوقيتي، دي الحتّة اللي هو لو أنت بتحب اللي أنت بتعمله fine you can give back، ودوّة برضه لو أنت في شركة very flexible why not هنعمل كل حاجة. ولو أنت بتحب اللي أنت بتعمله، أنا بني آدم باحب اللي أنا باعمله، وبرضه باgive back. يعني أنا لو أنا اشتغلت الmeeting دوّة يا شلبي مع فيتنام 5:00، الexpectations منّي مش المطلوب إن أنا أشتغل بقى كإنّي ابتديت 09:00، لأ ممكن أخلّص بدري، ممكن أنام في النُص وأرجع تاني. فالحتّة دي في الflexibility دي موجودة at the end of the day، أنت مش بتشتغل في ساقية، لأ أنت أوكي. ممكن لو أنت اشتغلت الmeeting بتاعك manage your time، أو زي بالضبط لمّا بيقول لك manage your manager you need to manage your own self manage your time. أنت شوف المواعيد بتاعتك وإيه الشغل اللي مطلوب منّك ونعمله، لو أنت نفّذت اللي عليك الناس كلّها هتبقى مبسوطة، ولو طلبت إيه هتاخده، فاشتغل واعمل اللي عليك.
بحس برضو ان ال way of management في ال head office او في ال regional office بتبقى مختلفة، بيبقى انت عليك spot زيادة. how you are managing in time. حد كان بيقول لي ان هو كان جاله في liberation ان هو ما كانش احسن حاجة عشان هو ما كانش عارف ينظم اجازاته. فدي way of how they are measuring how you are measuring your time. بس في نفس الوقت انت يعني هل مثلا قريت حاجات، اخدت كورسز، عملت حاجات اكسترا عشان تقدر ان انت تأدبت في الانفايرمنت الجديدة دي؟ طبعا بص I was lucky enough برضو ان انا ما طلعتش من مصر directly على على يوروب، علشان وسافرت صغير برضو على دبي. دبي ساعدتني في الموضوع ده، ان انا اجازاتي كلها برجع لاهلي مصر او مع صحابي. فانت عندك دايما بلان، ودوت بارت فروم مي. زي ما قلت لك انا كان عندي حلم ان انا اوصل للجلوبال تيم. انا بحب بلان كل حاجه. فانا باجي على بدايه السنه ببقى عارف امتى اجازاتي بالظبط، لان انا عايش بره، ففي تيكتس طيران وفي حاجات كده وفي ريزرفيشنز وفي سفر سواء بيرسونال او فور فن. فبالتالي انا ببلان السنه بتاعتي من قبلها، مش زي انا قاعد في مصر طب انا الويكند جاي طالع الساحل فيلا بينا نطلع. لا ما بعملش كده، انا ببلان اهيد اوف تايم عشان تيكتس الطيران والاجازات والحاجات دي كلها. ومانج التيم لان انا عندي ريسبونسبيلتيز. امتى هناخد، ما ينفعش كلنا فجاه نطلع بره الديبارتمنت وكلنا اجازه، لا كل واحد لازم ياخد اجازه في ميعاد معين. ف this is how you manage your time في موضوع الاجازات. موضوع الشغل planning. هرجع اقول planning. اكسل فايل هو اهم حاجه في حياتك. كل حياتي دلوقتي بقت اكسلات، صح. سواء سفر سواء شغل، كله اكسلات. بحط الشهور كده بالاسابيع واقول انا عندي كذا في وقت كذا، عندي لانش كذا في وقت كذا، فانا عارف ان لما يبقى في لانش مش اكيد مش هاخد اجازه وامشي. صح. او مثلا عندي ايفنت، عندي اكتيفيشن، عندي بروموشن، عندي حاجه معينه on a global level او regional level، حاجه مهمه، عندي ميتنج مهم. فبالتالي مش هاخد اجازه قبليه، علشان الميتنج ده محتاج له preparation، محتاج له شغل، محتاج ابريزنت، كل الكلام ده مش هينفع اخد فيه اجازات. بحس ان الماركتير ده اهم تول عنده في حياته الاكسل شيت، يقلب منه بقى باوربوينت برزنتيشن، يقلب منه كامبين. يعني نايت ميرز الاكسل فايل ده بيطلع لي حقيقي بعبع. فخلاص بس this is life، و at the end of the day انت بتشتغل وبتتعلم حاجات جديده، فواي نوت. الحاجة التانية بقى التأقلم. يعني خد بالك انك انت هناك مختلف عن regional office، بمعنى انك انت انا كشخص apparently، او دي حقيقة فهي، ممكن ان انا I'm a very people pleaser، بمعنى I'm a yes person. لو حد طلب مني اي حاجة بحاول بأي طريقة اعملها حتى في الشغل. وده بيجي عليك mentally، انك انت besides stress الشغل العادي انت عايش لوحدك هناك، الجو مختلف، الجو مش احسن حاجة بالنسبة لحد جاي من Mediterranean country، الشمس مش كتيرة، فالفيتامين دي ده بيأثر عليك. فمع ستريس الشغل وانك انت كمان يس بيرسون، اي حد هيطلب منك حاجة بتقول له حاضر هعملها، بس بالتالي ده بيأثر عليك. فالسي ام او بتاعتنا ادتني كتاب اسمه How to Stop Being a People Pleaser، اللي هو لان ده مش معناه، لان انا عندي البيبل بليزر دوت بيجين السيلف كونفيدنس بتاعه عن طريق الرضا الاخرين. فالكتاب ده بيعلمك ان هو مش شرط انك انت لو قلت لحد لا انه هيكرهك. لا انت عندك برضو your own responsibilities وعندك your own tasks and deliverables، صح؟ فانت لازم تبقى عارف امتى تقول وامتى تقول لا، ويبقى عندك ليها اسباب واللا ليها اسباب. فده ساعدني قوي اني انا من بعد ما كنت اي حد يقول لي حاجه هنعملها ويلا بينا، اضطريت ان انا لقيت نفسي بشتغل ليل نهار. ليه اتعلمت بقى الويز اوف وركينج والورك لايف بالانس والحاجات دي كلها، فساعدتني mentally اني انا ما I don't go into the extreme into a nervous breakdown بعد الشر او الحاجات دي. مش هقدر اقول اني ما حصليش، بس اكيد حصل لي. بس ده بيساعدك at least to manage it in a more healthier way. حلو جدا. الاكسبيرينس بتاعتك دي، لو حد كان جاي من 15 سنة وقال لك ان انت هتروح هيد اوفيس بعد 20 ولا 30 سنة كان يبقى عندك نفس يعني نفس الصبر، نفس اليقين ان انت هتروح وتوصل، ولا الرحلة اللي انت مريت بيها بلاد مختلفة، مديرين باتيتيود مختلف، كوليجز بسبورت عالي واطي، كنت هتحس ان الموضوع هيبقى يعني هوصل، ولا ده حلم وانا بحاول اتشيف؟ very good question. هقول لك على شخصيتي انا بالذات، انا على طول بحلم، انا على طول بيبقى عندي طموح. عمر ما حاجه بتقتل طموح. فهقول لك من وانا صغير اللي هو كان نفسي اعمل حاجه مثلا مش عارف اعملها. عملت بروجكت وانا صغير، بعت شوكولاته وبسكوت في الشارع عشان اعمل حاجه انا عايزها، واهلي they supported me.
اللي هو في الوقت ده كمان إنك أنت from your background إنك تعمل project زي ده، ما كانش عندنا حتة الentrepreneurs اللي دلوقتي بتتعمل زي الشباب الصغير. فلأ أنا نزلت في المعادي، جِبت عربية عربية عصير، وقفت قدّام الجامع، بِعت عصير عشان أنا كنت عايز أسافر في الصيف، فليه why not إن أنا أعمل كده؟ وبقت كل الناس بيكلموا بابايا أنت إزاي واقف في الشارع بيبيع عصير؟ لأ عملت كده. وبعد كده الproject كان successful، كنت مع جيراني، كنا إحنا 3، علي ومصطفى وأنا، بِعنا العصير قدّام الجامع. بعد كده كان successful أوي، ابتدينا نشتري بسكوت من الجملة، كنا بنروح حتة في المعادي بتبيع البسكوت والchocolates بالجملة، جبناهم وقفت تحت العمارة بابيع بسكوت وشوكولاتة، عشان إيه أنا محتاج مصروف زيادة، إيه ده؟ وعملت الproject ده وكنت مبسوط جدًا بيه. فأنا لو عندي حلم أنا باجري وراه، regardless بقى الحلم ده إيه، عايز أخس، عايز أروح الgym، عايز أشتغل، عايز أعمل، بامشي وباحفر في الصخر. خلّي عندك resilience، لو أنت عندك هدف اجري وراه. ودايمًا عندي concept كده، ده أنا متعلمه من مامتي بصراحة، ما حدش هيجري ورا هدفك، ما صح. حدش هيمسكك من إيدك يوصّلك لهدفك، أنت عندك هدفك قوم اعمله، ما تستناش حد يعمله لك، بس. ما فيش حاجة أحلى من كده نختم بيها الحلقة الجامدة دي بصراحة، وأول مرّة أعرف إن أنت يعني نزلت اشتغلت وأنت صغير، برغم أنت يعني ساكن في المعادي، والناس بتوع المعادي معروفين إن هم يعني ناس لأ خلاص بقى، ما الconcept ده اتغيّر خلاص، المعادي أحسن ناس. بس أرجع وأقول لك يا شلبي thank you so much، بجد أنا انبسطت أوي، وhopefully الناس ما نبقاش تقيلة عليهم. لا، لا، لا. فيعني hopefully تبقى حاجة لذيذة، والناس يبقى عندها الهدف ده، don't ever lose hope. دي شكرًا message. جدًا. شكرًا يا شا وفي آخر الحلقة نحب نقول لكم ما تنسوش تعملوا لنا سبسكرايب على اليوتيوب، ولايك وفولو على بقية السوشيال ميديا channels. ولو أنتم عندكم أي أسئلة أو comments يا ريت تشاركونا بيها، وتستنونا في الحلقات اللي جاية إن شاء الله.